يا سلام على الناس اللي بتعشق اللون الموف وبتحب تعمل اللي هي عايزاه. بصوا الجميلة دي هي عاملة شقتها كلها، مش المطبخ بس، عاملة الشقة كلها باللون الموف. فهي دماغ مع حالها، عاملة كل تفاصيل بيتها. بصوا حتى المشتريات اللي هي بتجيبها باللون الموف. ممكن اللون يكون مريح لناس ومستفز لناس تانية، بس دي الناس اللي بتعمل الحاجة اللي تريحها، هي الحاجة اللي تخصها، هي الحاجة اللي هي تبقى بالنسبة لها حاجة حلوة. انا مرتاحة في اللون ده فانا عايزاه. مفيش تفصيلة، بصوا كل تفصيلة في المطبخ لونها موف. كمان الانتريه بتاعها، بصوا بقية الشقة هتلاقوها كلها موف. كل بقى مشتريات جديدة بتجيبها، هي بقى ايه، مدمنة مشتريات. فكل المشتريات اللي بتجيبها بالموف. بصوا تدريجات بقى الموف كلها. بصوا اللون مع الوقت يزهق بيتهيألي. هي بتمثل تفكيري قبل الجواز. كان نفسي اعمل الريسبشن والمطبخ والحمام موف، معرفش ليه. بصوا بقى التنظيفات بتاعتها، بصوا كل حاجة، مفيش تفصيلة. عايزة اقول لكم ان انا كنت، بمناسبة ان انا بقول لكم ان انا كنت عايزة اعمل ريسبشن موف، انا حاولت كتير بس كان في الجبسن بورد والحاجات الموجودة في قلب الريسبشن كانت كلها كافيه وبني، يعني البنيات عارفين بألوانها. فالمهندس اللي عمل لي الريسبشن قال لي ما ينفعش ان انا اعمل موف، لازم اغير السيراميك واغير الديكور كله. فدي بتمثلني، بس ما كنتش هبقى بالطريقه دي، يعني كان هيبقى حاجات بسيطه، موف بسيط، مش كله موف كده. بس دي بقى الناس اللي بتعمل اللي هي عايزاه. اكتبوا لي رايكم تحت لو عجبكم الفيديوهات دي، لو عجبكم الالوان. ممكن تاخدي منها فكره، مش شرط تعملي اللون كله بحذافيره يعني. ممكن تاخدي الفكره اللي تريحك. ما تنسيش تبنشير لصاحبتك اللي بتعشق اللون الموف. وكمان ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين. انا شيماء غريب، لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي كومنت زي العسل لشباك ولايك عشان بيرفع معانا الفيديو. اشوفكم ان شاء الله على خير، فيديوهات حلوه كتير تعجبكم. مع السلامه.